السلام عليكم، أهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا، هنعمل مع بعض الدونتس حلوة جدا. أنا عملتها قبل كده على القناة، المرة دي عملت منها كمية لعيلتي كلها، يعني ما شاء الله كفت عيلتي كلها. فالكمية حلوة جدا. كمان هنزينها مع بعض بتزيين سهل وبسيط. أنا على طول بفضل اللي هي بتكون مخبوزة في الفرن. بس هي نفس العجينة لو حابة تعمليها المقلية. فالمخبوزة في الفرن بتنجز معانا في الوقت. كمان بنقدر ان احنا بصراحة بتبقى اخف بكتير من المقلية. وكمان بتنجز معانا في الوقت، اللي هو يعني بتدخلي الفرن صاج كامل بتطلعيه مرة واحدة، فاهمني؟ مش بقى بفضل احمر ولو انت يعني عاملة كمية او كده. فهي بتنجز معانا في الوقت، بتبقى حلوة جدا. ده غير ان هي طبعا بتبقى خفيفة، يعني تقدري تاكلي منها عادي براحتك، مفيش اي مشكلة. فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. عندنا اول حاجه هنحضر العجينه اليابانيه. انا عملتها معاكم المره دي عشان تشوفوا الطريقه، لان حبايبي اللي سالوني على الطريقه فحبيت ان انا اوريكم الطريقه بتبقى عامله ازاي. كل اللي احنا بنعمله في حله على البارد كده، بنحط كوبايه الا ربع من الميه وعليها معلقتين كبار من الدقيق. هنقلبهم كده على البارد، وبعد كده بشغل عليهم النار، وبنفضل نقلب كده. هتلاقوا العجينة بتتحول، والمقادير اللي احنا حطيناها بتتحول وبتبقى عجينة بالشكل ده. كده خلاص هي بتكون جاهزة معانا. هي دي العجينة اليابانية يا جماعة، سهلة جدا. بس بنركنها على جنب لحد ما تبرد، وبعد كده ببتدي ان انا احضر بقى مقادير الدوناتس بتاعتنا. حطينا الدقيق، انا عاملة كمية مضاعفة المقدار، فحطيت كيلو من الدقيق. حطيت بقى المقادير كلها، انا هسيب لكم المقادير كلها طبعا في صندوق الوصف، وكمان الفيديو بتاع الدونتس هسيبه لكم في صندوق الوصف عشان ترجعوا له في اي وقت وتشوفوا الطريقة كمان بالتفصيل. بنحط كل المكونات كده بالطريقة دي في العجان، وببتدي ان انا اعجنها كلها مع بعض بالشكل ده. سهلة جدا. كمان لو ما عندناش عجان بايدينا عادي، ما فيش اي مشكلة، عجينة عادية يعني، فبنعجن عادي طريقة عادية. اهم حاجة ان العجينة بتاعتنا تكون فيها تلزيقة بسيطة كده، وتكون طرية تمام. ما تفضليش تحطي في عجين علشان ما تقلبش معاكي عيش يعني. خلونا كده متفقين ان دي دونت تمام. قصدي دقيق يعني، فما نفضلش نحط في دقيق علشان ما تقلبش معانا عيش فينو، فاهمين قصدي؟ فهي بتبقى طرية وفيها تلزيقة بسيطة، وطبعا الزبدة بتديها طعم وريحة حلوة جدا للعجينة. اخر حاجة بنحطها الزبدة كده بالشكل ده، بتطري بقى العجينة معانا، بتحولها يعني بتخليها حاجة تانية خالص. ونحط المقدار بتاع الزبدة كله عادي، مفيش مشكلة يعني. هي بتبقى كده، هي الطريقة بتبقى كده، فاهمني؟ فما تقوليش لا كفاية شوية زبدة مثلا صغيرين، او حاجة يعني بسيطة او كده. لا، حطي بس المقدار علشان المقادير دي بتبقى مظبوطة. بس كده عجناها كويس جدا، وبنسيبها بقى ترتاح خالص. وبعد كده ببتدي ان انا اكورها كور بقى صغيرة طبعا. لو انتي مثلا بتعمليها او بتطلعيها اوردرات، فيستحسن ان انتي بالميزان توزنيها علشان كل الكمية تكون مقدار واحد، فاهميني؟ او مقاس واحد يعني لو انتي هتبيعيها يعني. اما لو للبيت فعادي يعني، انتي بقى بالنظر كده تعمليها تبقى شبه بعض. فعادي مفيش مشكلة، ما تصعبيش الموضوع. بنكورها بقى كلها كده، كل الكمية كده، وبغطيها وبركنها على جنب ترتاح تاني 10 دقايق، وبعد كده ببتدي ان انا افردها. بصوا بقى، ده شكل تاني لو حابة ان انت تنجزي في الموضوع، وما تقعديش بقى تعمليها اللي هي الكور او الشكل الدايرة يعني. في منها شكل بيبقى مثلث فبنجز معاكي. رشة كده من الدقيق، وتفردي العجينة على شكل دايرة كده بالشكل ده. طبعا بيبقى ليها سمك، ما تعمليهاش رفيعة، بيبقى ليها سمك حلو. وبتبتدي ان انت تقطعيها كده مثلثات بالشكل ده.
كده خلاص يعني ممكن تنجزي الكمية بالشكل ده، حلوة جدا. وطبعا دي بتبقى محشية فهتبقى حلوة جدا معاكي. أما الشكل المتعارف عليه بقى اللي هو تبقى بالشكل ده. أنا دايمًا أنا عندي اللي هي بتاعة القطّاعة بتاعة الدونتس، بس ما عُدتش باستخدمها خالص. على طول باعمل الطريقة دي، اللي هي الدايرة الصغيّرة اللي بتبقى في المفرش السيليكون ده بتاع العجين. باعملها على قد المفرش ده، و بأي حاجة بقى مدوّرة بابتدي إن أنا أعمل الفراغ اللي هو بيبقى في النُص، فاستسهلت الموضوع ده، ما عُدتش باستخدم القطّاعة بتاعة الدونتس خالص. سهلة جدًا كده بالشكل ده، وبابتدي أعمل الفراغ بالقطّاعة. طبعًا ممكن نحطها في الدقيق و نبتدي إن إحنا نقطّع، علشان ما تبقاش بتلزق معانا ولا حاجة. بس دي الكمية اللي إحنا عملناها، باسيبها بقى ترتاح. اللي هي الفقرة دي باسيبها إن هي تخمر، فاهمينّي؟ علشان أدخّلها بقى الفرن. ففي الفقرة دي باسيبها لحد ما تخمر وترتفع كده بالشكل ده، بابتدي إن أنا أشغّل بقى الفرن وأسيبه لحد ما يسخن، وبابتدي إن أنا بعد كده بادخّلها علشان تستوي. طبعًا بادّيها التسوية من تحت الأول، وبعد كده باشغّل الشواية علشان نعمل الوش بتاعها، نحمّر الوش بتاعها بالشكل ده، بتبقى بقى طرية وحلوة جدًا. بُصّوا بقى شكلها من جوّه طرية وحلوة جدًا. فلازم زي ما قُلت لكم نمشي على الطريقة بالضبط، وكمان المقادير ما نزوّدش حاجة، ما ننقّصش حاجة، هي المقادير كده بالطريقة دي مضبوطة جدًا. هتطلع بقى معانا طرية وشكلها حلو جدًا. كمان اللي هي المثلثات نقدر إن إحنا نحشيها بقى أي صوصات من جوّه. وكمان الكِوَر الصغيّرة اللي بتطلع اللي هي من نُص العجين، نقدر إن إحنا نحطها في طبق كده ونحط عليها صوصات من فوق، هتبقى كمان شكلها حلو جدًا. وطعمها أكيد هيبقى لذيذ جدًا، يعني صوصات وكده فهتبقى حلوة جدًا. بس كده باحطها بقى في الصوص النوتيلا البيضا وصوص نوتيلا غامقة بالشكل ده. النوتيلا هنا أنا سيّحتها على حمام بخار، حطيت ليها شوية من الزيت علشان تكون فيها لمعة حلوة كده، وكمان تكون سايحة وأقدر إن أنا أفردها كويس على الدوناتس ما يبقاش فيها يعني تكتلات من فوق ولا حاجة. إن هي تبقى جامدة يعني على الدوناتس من فوق هيبقى شكلها مش مضبوط. جِبت بقى شوية كده من النوتيلا البيضا، وفتحت فتحة بسيطة في الكيس الحلواني، وعملت خطوط عليها كده بالشكل ده. طبعًا التزيين بتاعها سهل وبسيط جدًا، يعني أبسط تزيين ممكن نعمله للدوناتس يعني. بس كده شكلها حلو جدًا، وشُفتوا بقى اللمعة اللي باقول لكم عليها، ده بيبقى من الزيت اللي إحنا حطيناه على النوتيلا وإحنا بنسيّحها. شكلها حلو جدًا، كمان تزيينها سهل وبسيط، نقدر إن إحنا نعمل كمية منه بكل سهولة. أنا كنت محتارة ومش عارفة أعمل إيه لعيلتي تبقى حاجة حلوة، فقعدت أفكّر إيه اللي ممكن أعمله، فزي ما شُفتوا كده معايا عملت الدوناتس حلوة جدًا، بتعمل معانا كمية حلوة جدًا، كمان خفيفة على الكبير والصغير يقدر ياخد منها، فبجد بتبقى حلوة جدًا. إن شاء الله جرّبوها هتعجبكم، وكمان بالطريقة اللي هي مخبوزة في الفرن بتبقى حلوة وسهلة وسريعة، فيا رب إن شاء الله تجرّبوها وتعجبكم. استنوني إن شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تعملوا لايك، وأشوفكم في فيديو جديد على خير. شكرا لكم، مع السلامة.